جربت بلبن قبل كده؟ جربت القشطوطة واللقة والأسماء الغريبة اللي هما بيطلعوها دي؟ أو إحنا النهاردة هنتكلم عن اللقة والقشطوطة بس من وجهة نظر المحاسبة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تخيل معايا إنك شغال محاسب ضمن فريق الإدارة المالية في شركة بلبن، وجه الأونر قال يا جماعة أنا عايزكم تفكروا في منتج جديد ننزله السوق ويعمل بومينج. هنا اجتمع فريق التسويق مع فريق المبيعات وقرروا إنهم هيعملوا منتج جديد ويسموه القشطوطة، والمنتج ده هيستهدفوا بيه two segments: الشباب والأطفال، اليودز والchildren. وعملوا تقارير توقعية للمنتج ده وراحوا بيها على فريق الإدارة المالية. حضرتك كمحاسب ضمن فريق الإدارة المالية بتاخد التقارير دي وتترجمها لأرقام. الأرقام دي بنسميها في المحاسبة البادجت، وبتروح بيها للأونر اللي هو internal user، وتقول له والله احنا عشان نعمل المنتج ده وينزل السوق فدي ال expected expenses ودي ال expected revenue. يعني حضرتك كمحاسب بتقدم بادجت أو بتقدم expectation، أرقام توقعية للمنتج اللي هينزل جديد في السوق. وطبعا البادجت دي لازم تكون أرقامها مناسبة عشان الأونر يقدر ياخد ديسيجن مناسب في وقت مناسب. اللي احنا قلناه ده هو المانجيريال اكاونتنج. بس السؤال هنا، تفتكر حضرتك وانت بتقدم التقارير دي لازم تعرضها الأول على مصلحة الضرايب مثلا أو على جهة رقابية قبل ما تروح بيها للأونر؟ طبعا لا. وعشان كده البادجت او الاكسبكتيشن او الارقام اللي حضرتك بتوديها للاونر لازم تكون برايفت، لازم تكون relevant، لازم تكون specific segment، ولازم تكون not required to standards of accounting like ال IFRS ولike ال generally accepted accounting principles. هنا يجي دور الاونر وياخد الديسيجن ويقول والله ما دام الاكسبكتد ريفينيو اعلى من او اكبر من الاكسبكتد اكسبنسز فيوافق على البادجت، وبالفعل المنتج ينزل للسوق. المنتج هنا حقق مبيعات كبيرة وكمان عمل انتشار كبير، وبعد اول سنة الاونر اللي هو الانترنال يوزر جاله انفستور اللي هو اكسترنال يوزر وقال له احنا هنفست معاك، هنفتح فرع جديد في الشاطبي. تفتكر هنا الاونر وهو قاعد مع الانفستور هيقدم له ارقام توقعية ولا ارقام حقيقية عن المنتجات بتاعته؟ بالظبط. لازم الاونر يقدم للانفستور الارقام الحقيقية، الارقام اللي اتباعت خلال سنة مالية عن المنتجات في شركة بلبن، ويقدم له الميزانيات وكل الفاينانشال ستيتمنت اللي جواها ارقام فعليه actually happened. يبقى الارقام في الفاينانشال ستيتمنتس اللي بيقدمها الاونر للانفستور لازم تكون actually happened، لازم تكون مطابقه للجنرالي accepted accounting principles، لازم تكون financial statement mandatory للانفستور مش optional. دي لازم تكون مانداتوري على الاونر والانفستور لازم يطلع عليها. وعشان كده الفاينانشال ستيتمنت دي لازم تكون accurate، لازم تكون precise، لازم تكون verifiable، ارقام مطابقه وارقام واقعيه وارقام actually happened وارقام طبعا لازم تكون دقيقه. اللي احنا قلناه ده هو الفاينانشال اكاونتنج. يبقى بكل بساطه الفرق ما بين المانجيريال اكاونتنج والفاينانشال اكاونتنج ان المانجيريال اكاونتنج رقم واحد بتعتمد على الفيوتشر لانها expectation، لانها budget. رقم اتنين المانجيريال اكاونتنج not required by standards of accounting. رقم ثلاثة المانجيريال اكاونتنج providing information just for a specific segment. رقم أربعة المانجيريال accounting providing information to internal users اللي هو الأونر أو المانجمنت. المانجيريال accounting not mandatory. المانجيريال accounting information لازم تكون relevant، لازم تكون timelines، هي مش إلزامية ولكن أرقامها لازم تكون مناسبة وفي وقت مناسب.
اما الفاينانشال اكاونتنج فبتعتمد على ارقام historical. ليه؟ لانها ارقام actually happened، بالفعل حصلت في السوق. الفاينانشال اكاونتنج لازم must be required by standards of accounting like the generally accepted accounting principles like IFRS. الفاينانشال accounting providing information for all the company not just for specific segment. بتقدم المعلومات بتاعتها، او كمان شوية هنعرف انها اسمها التقارير بتاعتها لكل قطاع داخل المؤسسة او داخل الشركة. الفاينانشال accounting providing to external users. مين هم الاكسترنال يوزرز؟ الستيك هولدرز، الانفسترز، الريجولاتوري، التاكسز and so on. الفاينانشال accounting mandatory، إلزامية not optional. الفاينانشال accounting information بتتقدم للاكسترنال يوزرز لازم تكون precision، لازم تكون accurate، لازم تكون verifiable. بكده نكون عرفنا الفرق ما بين المانجيريال اكاونتنج والفاينانشال اكاونتنج. تاني توبيك معانا في فيديو النهاردة توبيك سهل ولذيذ، بيتكلم عن أنواع الشركات types of companies أو types of business based on operations. هنعرف أنواع الشركات اللي في أي حتة في العالم، اللي في أي حتة في الدنيا، بناء على عملية التشغيل بتاعها. فاحنا عندنا 3 أنواع من الشركات أو من البيزنس، يا إما merchandising business، يا اما سيرفيسز بيزنس، يا اما مانيفاكتشرنج بيزنس. المرشندايزنج بيزنس ده بيزنس بيشتري الجودز عشان يبيعها زي ما هي للمستهلك النهائي. فالمرشندايزنج كومباني purchase goods to sell them at its original. زي ايه؟ زي اجانس العربيات بيستورد العربية او بيشتري العربية عشان يبيعها تاني للمستهلك النهائي. يبقى هنا الانفنتوري عند المرشندايزنج كومباني تفتكر هيكون ايه؟ بالظبط، هو المنتج، هو العربية اللي لسه ما اتباعتش. يبقى الانفنتوري في المرشندايزنج كومباني عبارة عن الجودز that not yet sold. وطبعا المرشندايزنج كومباني بتقدم tangible goods، منتج ملموس زي العربية. تاني نوع معانا من انواع الشركات وهو السيرفيسز كومباني، الشركات اللي بتقدم خدمات زي ايه؟ زي البنوك، زي شركات الاتصال، زي شركات النقل. ودول بيقدموا خدمة يعني intangible goods. الانفنتوري في السيرفيسز كومباني مش موجود، يعني حضرتك مش هتخش بنك تلاقي عنده مخزن وجواه بضاعة. يبقى الانفنتوري في السيرفيسز كومباني مفيش انفنتوري. تالت نوع معانا هو المانيفاكتشرنج كومباني، ودي شركات بتشتري الرو ماتيريال عشان تحولها لفينيشد جود عن طريق الماشين وعن طريق الليبر. شركات بتشتري المادة الخام وتحولها لمنتج نهائي عن طريق ان هي بتستخدم او بتستعمل المادة الخام ديت في المكن بتاعها وبمساعدة العمال بتوعها عشان يطلعوها لمنتج نهائي وتبيعه. فهنا الانفنتوري في المانيفاكتشرنج كومباني هيكون ايه؟ هيكون مخزن من الثري بروسيسز او الثلاث خطوات اللي الشركات دي بتشغل عليهم. يعني هتلاقي في المخزن عندهم رو ماتيريال، هتلاقي عندهم فينيشد جود، وهتلاقي عندهم ورك ان بروسيس. يعني ايه؟ يعني الانفنتوري في الشركات ديت عباره عن رو ماتيريال لسه ما استعملوهاش، وعباره عن فينيشد جود لسه ما باعوهاش، وورك ان بروسيس عباره عن منتجات لسه ما اكتملتش، لسه ما تحولتش لمنتج نهائي ولسه هتتحول لمنتج نهائي عشان تتباع. كل ده انفنتوري جوه المانيفاكتشرنج كومباني. يبقى التايبس اوف كومبانيز يا اما ميرشندايزنج بتجيب البضاعه وتبيعها تاني على نفس حالتها tangible goods، الانفنتوري بتاعها goods that not yet sold. السيرفيسز كومباني زي البنوك ووسائل الاتصال وشركات النقل، كل دي بتقدم سيرفيسز يعني intangible goods ما عندهاش inventory. تالت نوع من الشركات هو المانيفاكتشرنج كومباني، ودي بتشتري الرو ماتيريال وتحولها لفينيشد جود عن طريق الليبر والماشينز. الانفنتوري بتاعها هيكون رو ماتيريال that not yet used والفينيشد جود that not yet sold والworking process دي goods not completely finished.
كل نوع من أنواع الشركات اللي إحنا قُلناها ديّة بيستخدم الmanagerial accounting أو بيعتمد على الmanagerial accounting. ليه؟ لإن الmanagerial accounting بتساعد الإدارة in doing their activities، بتساعد الإدارات إن هي تشتغل على الactivities بتاعتها، وهنعرف إزاي دلوقتي. بس قبل ما أقول لك لازم تكون عارف إن أكتر نوع بيعتمد على الmanagerial accounting في أنواع الشركات اللي قُلناها هو الmanufacturing company أو الmanufacturing businesses. وهنا في الmanufacturing company لازم تعرف إن في حاجتين بتتم في الactivities، إن في شركات تصنيعية بتتم عمليات التصنيع بالكامل داخل الشركة أو المؤسسة، وفي نوع تاني بيتم عملية التصنيع بالكامل خارج الشركة أو خارج المصنع أو خارج المؤسسة. فالشركات اللي هي manufacturing function بتعتمد وظائفها بالكامل جوه المصنع، دي بتتم إن هي بتجيب الرو ماتيريال وبتحولها لfinished good، معتمدة على الليبرز، معتمدة على الماشين، وكل السايكل بتاعت المانيفاكتشرنج ديت بتتم جوه المصنع أو جوه الشركة، فدي بنسميها المانيفاكتشرنج فانكشن non manufacturing function. ودوت كل عمليات التصنيع بتتم خارج المصنع أو خارج الشركة. أما اللي هم دول بيشتغلوا على إيه؟ على حاجتين، حتة السيلينج اكتيفيتيز وحتة الادمنستريتيف اكتيفيتيز. السيلينج اكتيفيتيز ان هو بعد ما عمل عملية التصنيع للمنتج بتاعه خارج الشركة، عمل للمنتج اللي جاله دوت ماركتنج، ادفرتايزنج، كاستمر سيرفيس، ديليفري، دي اسمها سيلينج اكتيفيتيز. الاكتيفيتي الثانيه اللي هي الادمنستريتيف اكتيفيتيز دي عباره عن مانجمنت اكتيفيتيز، وهنعرف كمان شويه ايه هي المانجمنت اكتيفيتيز. المانجمنت اكتيفيتيز عباره عن ثلاث حاجات. اي اداره في اي شركه بتعمل ثلاث حاجات. رقم واحد البلاننج. البلاننج يعني بتحط objective أو plans للشركة، وكلمة objective أو plans بيسموها في الأكاونتنج course of action عشان تحقق الأهداف بتاعتها. طب إيه دور المانجيريال أكاونتنج هنا؟ المانجيريال أكاونتنج في مرحلة البلاننج بتعمل budgeting، بتعمل planning، وبتعمل حاجة اسمها CVP analysis، تحليلات للكوست، للفوليوم، للبروفيت. رقم اتنين في اكتيفيتي المانجمنت ان هي بتعمل كنترولينج. طب الرقابه هنا او الاوديت هنا بتكون على ايه؟ ان الاداره بتعمل كومبير، بتقارن الاكتوال بيرفورمانس with planned performance عشان تشوف هل الاكتوال بيرفورمانس بتاع الشركه، الاداء الفعلي للشركه ماشي زي الاداء اللي احنا حطيناه كتوقع او خطه عايزين الشركه تمشي عليه، ولا حصل اختلاف ما بينهم، عشان تعمل investigate for any deviation، عشان تعمل تحقيقات او تتفحص لو في اي انحراف حصل ما بين البلاند اكشن والاكتوال اكشن. طيب هنا ايه دور المانجيريال اكاونتنج في مرحله الكنترولينج؟ المانجيريال اكاونتنج في مرحله الكنترولينج بتروفايد الفيدباكس، بتقدم تقارير ريبورتس للشركه عشان خاطر اداره الشركه تقدر تعمل عمليه الكنترولينج. تالت حاجة والأخيرة في المانجمنت اكتيفيتيز هي الديسيجن ميكنج. الديسيجن ميكنج القرار اللي بتاخده الإدارة. المانجيريال اكاونتنج بتساعد الإدارة إن هي تختار among competing alternatives، كل البدائل المتاحة قدام الإدارة. المانجيريال اكاونتنج هي اللي بتساعدها وبتقدم لها التقرير المناسب عشان تختار ما بين البدائل. ده بيتم عن طريق إيه؟ عن طريق 5 نقط. اول حاجه drop or retain segment. المانجيريال اكاونتنج بتوضح للاداره هل الغي سيجمنت معين من الشركه ولا افضل محتفظ بيه. رقم 2 make or buy component، هل اشتري المكون اللي هو عندي دوت اشتريه من بره احسن ولا اصنعه عندي احسن. رقم 3 accept or reject special order. تعال نفترض ان سيكشن سي مثلا في تجاره انجلش جامعه اسكندريه الدكتور حب يهديهم وراح لبلبن وقال له اعمل لي 1000 وجبه من القشطوطه، بس انا هاخدهم منك بسعر 15 جنيه للوجبه الواحده بدل ما انت ما بتبيعها بسعرها 35 جنيه. هنا المانجيريال اكاونتنج بتوضح للاداره للاونر بتاع بلبن، تقول له السبيشال اوردر ده بتاع سيكشن سي مناسب لينا على سعر 15 جنيه ولا مش مناسب. فالإدارة تاخد الأكشن أو تعمل ديسيجن ميكنج إن هي تأكسبت أو تريجكت السبيشال أوردر. رقم 4 deal with a single constraint. المانجيريال اكاونتنج بتوضح للإدارة
هل نتعامل مع مورد واحد ولا أكتر من مورد؟ نتعامل مع موزع واحد ولا أكتر من موزع؟ نتعامل مع شركة تسويق واحدة ولا أكتر من شركة تسويق؟ رقم 5 seal or process further. يعني إيه؟ يعني المانجيريال اكاونتنج بيوضح للإدارة إن هي تعمل بيع مثلا لأصل ولا تعمل له معالجة ويفضل موجود معاها مكنة، مثلا ماشين من المكن اللي موجود في الشركة، هل نبيعه ولا نعمل له صيانة أحسن؟ دي كلها بدائل متاحة قدام الإدارات. إدارة الشركة مين اللي بيخلي إدارة الشركة تاخد decision making في واحدة من الخمسة أو في الخمسة كلهم؟ هم المانجيريال اكاونتنج. وبكده نكون خلصنا، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا الفكرة بطريقة سهلة وبسيطة. واستنونا في قناة اكسلنت في الفيديو اللي جاي، وهندخل في موضوع مهم جدا وان شاء الله يكون سهل عليكم، وهو الكوست. ما تنسوش تشيروا الفيديو مع اصحابكم، ولو عجبك الفيديو شرفنا باشتراكك ودوس لايك وسبسكرايب. ولو في اي سؤال محتاجه عن اول بارت اللي شرحناه النهاردة اكتب في الكومنت وانا هرد عليك. شكرا لحضراتكم.